أنا عندي أعمال شغب وتخريب، أعمال مجرمة بقانون العقوبات. وبعدين مثال للتردي اللي عندنا، بعض الناس كانت بتشتكي إن القضاء متأخر في قضايا كتير المفروض تتعمل. لما القضاء اتحرك وقضى في قضية اسكندرية الدنيا اتقلبت. بتوع 7 الصبح البنات. يعني ومن عجب بقى إعلاميين ومثقفين لا هو ونشطاء هو كان تناولوا الموضوع ده تناولوه لصغر سن الفتيات. ما فيش حاجه اسمها يعني مش علشان ان القضاء كان سريع الكلام يعني. ده ما انا ما هو كان سريع برضو القضاء في الاستئناف، فهو وقف التنفيذ وسنه بس. ما انا فاهم، انا اقصد اقول ايه، احنا في ارهاب لجهات التنفيذ صح وجهات العمل. الضغط اللي عليها ده ما بيخليش حد يشتغل صح. فبنبتدي نخبط. الصغير ده لو قتل يتساب عشان صغير؟ لا طبعا، بس بيخشوا الاصلاحيه. الناس دي ما هياش بتطالب بمطلب سياسي، دي ناس شايله اسلحه وبتقطع طريق وبتعطل مواصلات. تعطيل المواصلات وقطع الطريق ده جنايه في قانون العقوبات ممكن يبقى فيها 25 سنه. ده الاعتداء على هيئه التدريس. وقد تصل الى لا، ده بتكلم على بتوع اللي قطعوا الطريق 7 الصبح. ايوه. فدي اعمال مالهاش علاقه بالسن، ليها علاقه يجرمها القانون ولا لا. فاذا ثبتت فيستحق العقوبه. ما يرجعش واحد يقول لي بقى دول بنات. في بنات بتشيل مطاوي، في بنات بتعض مدرسينها، في بنات بتروح تضرب رجاله، في بنات بتتلفظ بالالفاظ اللي يعني بعيد عن الانوثه. يعني انا كراجل اتكسف اقولها. ده باب الجامعه لوحده اتكسر كام مره؟ لا ما هو بص حضرتك، يعني واضح ان في يعني هنلاقي الكل بيقول ايه، مظاهره في الازهر مش عارف انقلبت ليه. لا ما هياش مظاهره. طب سؤال قبل ما